ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول وجبة دخلتم الجنة، أنا قلت لك إحنا نحكي قصة كان دخلت الجنة. الله يرحم الأخ عبد الله اللي سألني دخل الجنة، والأخت اللي تتابعني الآن، أول ما تدخل وخلاص وصلت البيت والقصر وكذا في طعام سيقدم لك، ما هي وجبة إيش؟ وش يا شيخ؟ بحريات، سي فود. فعلا تخيل، سبحان أول وجبة بيأكلها أهل الجنة سي فود. يعني اسمحوا لي على النطق الإنجليزي بس هذا هو، بحريات. لما سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام يأكله أهل الجنة قال زيادة كبد الحوت. بحريات ولا ما بحريات؟ بحريات. بحريات، زيادة كبد الحوت. طيب وإيش؟ بس طبق واحد زيادة كبد الحوت. ثم يأكلون من لحم ثور الجنة. في الجنة ثور يربيه الله لذلك اليوم، ثور واحد، ترى ثور واحد. هذا الثور يذبح فيأكله كل أهل الجنة، يكفيهم كل أهل الجنة. لما قال اليهودي قال يأكلون بالام وثور. بالام يعني ثور باللغة العبرية كما قال الخطابي. إذن يأكلون ثور واحد. جاء في الحديث زيادة كبد الثور تكفي ل70,000 واحد من أهل الجنة، لا يأكلنه 70,000 من أهل الجنة. طب كيف الزيادة يأكلها 70,000؟ يا أخي زيادة الكبد بس، هذا الكبد وفي زيادة يأكلها 70. الثور كامل يأكله كل أهل الجنة، وكيف لا؟ وهذا ثور ربي في الجنة، رباه الله جل وعلا وخلقه الله لأهل الجنة يأكلونه، ويشربون عليه من السلسبيل. هذا كله حديث صحيح. إذن أول وجبة، أول وليمة ستوضع لك زيادة كبد الحوت، هو أول شيء ستأكله. لأن أنا قلت لك هذا الكتاب أو هذه الحلقات هي قصتك إذا دخلت الجنة، تعرف إيش أنت رايح عليه، إيش بتصلح أصلا. فلما يقدم لك زيادة كبد الحوت أنت ما بتستغرب، لأنك عرفت في الدنيا إيش هذا، تتذكر هذا الكلام خلاص يا رب. فيقدم زيادة كبد الحوت وصحن فيه إيدام من لحم ثور الجنة الذي كان يربى في الجنة وتشرب عليه من السلسبيل. هذا أول طعام لأهل الجنة.